انت عارف ان التفاوض مليان حيل واساليب بنسميها نيجوشيشن بلويز، ان الشخص اللي بيتفاوض معاك احيانا بيلعب بيك علشان ياخد الماكسيمم. واحده من ضمن الحيل دي اسمها جود جاي باد جاي. واحد بيلعب دور شيطان معاك والتاني بيلعب دور الملاك. بيعملوها ازاي بقى؟ شفت انت في الافلام لما بيجي حد يحققوا معاه في جهاز امني ولا حاجه بيعملوا ايه؟ بيدخلوا واحد شرير جدا وعنيف جدا جدا معاه، وبعد شويه يبداوا يدخلوا واحد طيب. ايه اللي بيحصل؟ الطيب يدخل يقول له ايه؟ يقول له بص انا معاك، انا عايزك انت تعدي، انا عارف الناس دي اسلوبها صعب شويه، فضفض لنا وقول لنا. فيبدا الشخص سايكولوجيكالي ما يصدق يلاقي واحد ياخد منه اللي هو عايزه. طيب بيعملوها ازاي في التفاوض؟ خدوا من الموضوع ده الحيله دي ويسموه جود جاي وباد جاي. بتقابل اتنين في التفاوض، واحد هيفضل يطلب منك طلبات مبالغ فيها جدا، انا عايز 60%، انا عايز اكتيفيتي كذا، انا عايزك تعمل لي كذا، انا عايزك تعمل لي كذا، طلبات مبالغ فيها جدا جدا. التاني دوره مهم جدا في انه يتفاوض ليك انت باسمك انت. فيبدا يقول له ايه؟ يقول له معلش يعني يا مستر، الناس دي بارتنرز كويسين، مفيش مشكله لما نتنازل عن الحته دي، طب ما نسيب لهم الحته دي. وكانه بيتفاوض نيابه عنك انت. كمان ليه دور مهم قوي، ان لو الموضوع حصل فيه شد وجذب وكومبيتيشن والتفاوض هتبوظ، بيبدا يتدخل عشان يلطف المواضيع. ده اسمه الجود جاي وده اسمه الباد جاي. طب انا اتعامل ازاي في الحالات اللي زي دي؟ اولا مفيش حاجه اسمها واحد بيتفاوض باسمك، الاتنين مع بعض، والاتنين يهمهم مصلحه المكان بتاعهم. واللي دخل فيكم تفاوض او نيجوشيشن في البيزنس كبيره شاف اللي انا بقول عليه ده. الشخص اللطيف ده هو جاي عشان يحسسك بالتنازل علشان انت تسكت. فلما يسيب لك الحته دي اللي هو دايما بياخدها من كل الناس، بس عشان خاطر شريف اللي هو بارتنر كويس معانا وقديم وبتاع، مفيش مشكله مستر احمد ننزل له الحته دي ل 5%. فمستر احمد يقول له لا 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 ما ينفعش وبتاع، اشمعنى هو ما الناس كلها ماشيه عليها نفس السيستم؟ فيقول له معلش عشان خاطر انا سيب الحته دي. فمستر احمد يقول له طيب خلاص مفيش مشكله عشان خاطرك انت ننزلها لك. ده بيشقلطوك، خلي بالك التفاوض اساليبه كتير. دورك بقى هنا ايه؟ اشكر مستر علي اللي بيتكلم باسمك وقول له انا بشكرك جدا، حضرتك بتحاول ان انت تقرب الموضوع، بس انا ستيل مصر ان الديل بتاعي فيه بينفيت للطرفين، واللي انا قدمته والاوفر بتاعي والبروبوزال بتاعي فيه وين وين سيتويشن، بيضمن لحضرتك 1 و2 و3 وبيضمن لي انا كمان 1 و2 و3. يبقى ما يتلعبش عليك لعبه الجود جاي والباد جاي، لانها لعبه قديمه قوي ولعبه بلدي بالمناسبه. عارف انت الاب اللي كان ينادي تيجي تشتكي له من ابنه عمل حاجه غلط، فيجي يقول لك ابني عمل حاجه غلط، خد يا ابني تعالى، ويزعق له قدامك ويعمل شويتين ويقول لك انا اخد لك حقك. طبعا هو بيحمي ابنه. فانتبه لاسلوب النيجوشيشن عشان فيه حيل واساليب كتير قوي، اوعى تقع فيها. الاثنين مع بعض وانت ذكي وتبقى اسيرتيف وحد وعارف انت عايز ايه كويس قوي من الديل، محدش يخليك تحيد عن اهدافك. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.